المجموعه اللي انا بستخدمها الشامبو والكونديشنر والهير ماسك ده والسيرم، دول كلهم من شركه كوزمو كير. اسم المجموعه جيدو. دي للناس اللي بتعمل صبغه كتير فشعرها تالف ومتقصف وهايش وجاف جدا جدا جدا. في بنات كده يعني شعرها بيبقى ناقص ترطيب بزياده قوي قوي قوي. فالمجموعه دي كلها ليه، هي مش لناس معينه بس. يعني انا كواحده بهلك شعري كتير قوي بالبيبي ليز بحكم شغلي، فلازم طول الوقت ان هو يكون معمول ولازم طول الوقت ان هو يكون بيرفكت. غير كمان ان هو للشعر الهايش، قبل كل اللي انا بقوله ده كله للشعر الهايش، ومن بعديه التالف، ومن بعديه المتقصف، ومن بعديه الجاف. تعالوا بقى اقول لكم حاجه حلوه قوي تستخدموها للناس اللي فتلت شعرها رفيعه قوي قوي، اللي هو مثلا اكون عامله ضفيره فالضفيره يكون شكلها كبير خالص وبعدين فجاه مره واحده الاقي ضفيره شكلها خس كده. ده انا خلاص سحبت كل الغذاء اللي في شعري. طب انا بقى عايزه اقول لكم على تركايه حلوه قوي تعملوها. مبدئيا كده هنغسل شعرنا بالشامبو الاول. احلى حاجه فيه ان هو بينظف الفروه جدا 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 من اي زيوت ومن اي حاجه فيها. فده بصراحه اللي عجبني فيه قوي لدرجه ان انا بقالي فتره مش بستخدم غيره ومش عايزه استخدم بقيه الشامبوهات التانية اللي عندي. غير كمان ان المجموعه دي كلها، بص انا هحطها لكم قدامكم كده غير كمان ان المجموعه دي كلها فيها ترطيب عالي قوي 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 لدرجه ان انا شعري هي مدياله ترطيب حلو قوي قوي قوي. حاجه ثالثه كمان ان هي لما تحطوها على شعركم اكنكم حاطين هير برفيوم يا جماعه. بس مش معنى كده ان هي مؤذيه، لا، هي فيها زيوت عطريه طبيعيه قوي. المهم بقى في الحوار ده كله هي خاليه من سلفات الصوديوم وخاليه من اي سيليكون وخاليه من اي كحول. انا جربتها وبقول لكم يا جماعه جربوها، هي بصراحه كويسه جدا 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 معايا. تعالوا بقى اقول لكم على التريكايه اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها. لو انت فتله شعرك رفيعه قوي هتعملي ايه عشان تغذيها من تاني وتمليها كده وتبقى شعريه طبيعيه؟ في الاول طبعا هتغسلي شعرك بالشامبو، لان الشامبو بيسيب طبقه كرياتين على الشعرايه، فهو خلاص يعني انت هتنزليها فهتحسي ان شعرك اصلا ناعم من غير ما تحطي عليه اي حاجه. وبعدين هتحطوا من الهير ماسك ده شكله بشيل منه كده. هتحطي من الهير ماسك وهتسيبيه على شعرك 10 دقايق ربع ساعه، وبعدين هتغسليه. وبعدين هتعملي ايه؟ هتحطي الكونديشنر عليه. انا مش هقولك انت لو استمريتي على ده فتره انت الشعرايه نفسها هتتخن قد ايه وهتحسي ان هي متغذيه قد ايه. بتسيب الشعر ناعم وسهل كده معاكي النص يدخل فيه ما يخرج عادي كده من غير اي حاجه. هي ريحتها حلوه قوي قوي قوي. يعني انا شعري ريحته حلوه من امبارح، انا نايمه كده وشم ريحته وانا نايمه. اخر حاجه ده نقطتين منه كفايه. انا استخدمت سيرمز كتير قوي وطلعت اتكلمت لكم عنها، بس ده بالذات حلو قوي قوي معاكم. ليه؟ لانه ما بيدهننش الشعرايه خالص. انا حطيت منه نقطتين، وانا في العادي اساسا اي سيرم بحط منه نقطه واحده او ربع نقطه بس كده. هو ما بيدهننش الشعرايه وان هو بيديها ترطيب عالي قوي قوي قوي. انا حطيته مره واحده بس اللي هو بعد السشوار كده علشان يعني يكون عازل ما بينه وما بين البيبي ليس، فده عجبني قوي قوي قوي. انا مش عارفه انتوا شايفين اطراف شعري ولا لا، بس بصوا انا اطراف شعري مش متقصفه بقالها فتره حلوه قوي، لان المجموعه دي قايمه معايا بالواجب يعني الحمد لله. المجموعه دي كلها عامه سيف كمان على الاطفال، لو في اطفال عايزه تستخدمها فهي سيف جدا عليها، وفيها زيوت عطريه حلوه جدا جدا. حتى كمان السيرم لو اتحط على شعر متشابك يعني هيبقى برده حلو معاه وهيبقى سهل جدا جدا ان هو يتسرح. نيجي بقى للسؤال المهم جدا 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 والمفاجاه اللي انا عاملاها لكم. المجموعه دي كلها عليها خصم 20%.